بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أخذ نقطة سريعة أو حديث سريع باللغة العربية. بعربية حق برأيزي بروجرام إني تكتاتلوني. أولا أعرفكم عن نفسي، ربما اللي ما بتعرفوني. أتمنى أن يوصل هذا الفيديو للناطقين بالعربية خاصة، سواء في مصر والسودان والعالم العربي كله، والناطقين بالعربية في كل مكان. اسمي سعاد. اللي ما تعرفوني، برنامجي من البداية عندي برنامج دعوي في اليوتيوب. اليوتيوب اسمه أستاذة سعاد، وفيسبوك كمان أستاذة سعاد عبدو. والأستاذة معناته لأن أنا مدرسة مع الأطفال. درست التربية ودرست الشريعة أيضا 4 سنوات في الأردن، ودرست التربية في السويد. وأنا دخلت السويد في عمر 16 سنة. ولذلك مفهوم الدعوة بالنسبة لي كيف أفهمها حابة أشرح في هذا الفيديو القصير، لأنه ناس كثيرين بعد أن بدأت أتكلم عن وضع تجراي، الحرب في تجراي، عن بلدي وأهلي وناسي، قبل 7 شهور بدأت أتكلم في هذا الموضوع وأعترض على ما يحدث من الظلم لأهلي، لكل الناس. أنا أعترض الظلم لكل الناس، لكن صدف أن حصل هذا الغزو والعدوان على أهل تجراي من قبل رئيس الوزراء أو رئيس إيش اسمه هذا، أبي أحمد، رئيس إثيوبيا. اعتداء على الشعب العزل، على النساء وعلى الأطفال، من الاعتداءات ومن القتل ومن القطع الأرجل والأيدي. ربما إن تابعتها، إذا كنتم تتابعوها في العالم، كان ال7 شهور هذه موضوع تجراي كان من المواضيع الأولى في العالم، نتكلم عنها في كل البرلمانات وفي كل الصحف وكل الأماكن يعني. فأنا مجالي كان فقط أتكلم عن الدعوة، كنت أعلم الناس معنى الإسلام، كيف نفهم الإسلام وكيف نعيش بالإسلام في كل مكان بأسلوب زمني. أنا أعيش في زمن ولازم أتكلم في الدعوة اللي لكل زمن له عصره، يعني له أسلوبه. فالحمد لله كان قبول كبير جدا. بتكلم باللغة التجرية اللي هي لغة الأم أساسا، والأمحرية والعربية واللغة السويدية، مع أن أنا قصرت جدا في اللغة السويدية والعربية، لكني إن شاء الله سوف على الأقل يعني حيكون نشاطي أكبر في الفترة القادمة بإذن الله هذه اللغات. المهم، أنا يجيني سؤال كثير ومتكرر أيضا، واعتراض كيف أنت كنت داعية وكيف تتكلمي أنت الآن في هذا الموضوع في السياسة، وإلى ما ذلك من الاعتراضات اللي الناس تأتيها بحجة أنه الإسلام لا يجوز فيه الكلام في السياسة. أنا لست سياسية، أخبرتهم أني أنا لست سياسية، ولكن أنا ناشطة إنسانية، ناشطة من زمان هنا في السويد، ناشطة في المجتمع السويدي بالنسبة لتأمين حقوق الناس كمسلمين كأجانب. أنا مع كل مظلوم، سواء كان كنت أعترض دائما على العنصرية، على التنمر ضد السود، الأفارقة، ضد أي إنسان، كونه إنه مثلا بالنسبة يعني التنمر بتكون فيها عدة محاور. ممكن الناس تكون على أساس إنه عشان عربي، عشان أفريقي، عشان أسود، عشان كذا عشان كذا، فيها عدة أسباب. فأنا من الناس اللي من زمان أشتغل في هذا المجال، وأشرح للسويديين وضع الأجانب هنا كيف وإيش اللي محتاجينه. فأنا كنت أشتغل على أساس إني أنا أكون إيش اسمه
بالعربي الجسر بين المجتمع السويدي وبين المجتمع الأجنبي. فكنت ناشطة هذه السنين كلها، لكن قبل سنة تقريبا أو سنة ونص بدأت النشاط في السوشيال ميديا. كان عندي بس ما كنت أستعمله، وكان عندي اليوتيوب من 2016. كنت فقط يعني أرسل بالصوت فقط، لأنه كنت أشوف أنه سهل أعمل الصوت وأنزله على اليوتيوب. وكان أكثر شيء الاستعمالات على اليوتيوب، عفوا على الواتساب. فبالواتساب نشطت سنوات طويلة جدا. فالمهم على أساس أنه أنا مفهومي للإسلام أو للدعوة الإسلامية هي هكذا، أنه الإسلام هو نظام حياة. الإسلام يدخل في كل شيء، واللي يفهم الإسلام ويقرأ قصص الأنبياء ويقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان حياته وكيف كانت كل هذه السيرة، يعرف أنه الإسلام لا يتجزأ من أي شيء. فمفهوم الناس العصور الأخيرة أو ما زال حتى الآن كمان يفكروا إنه خلاص، إنه لما تكون أنت داعي لازم تكون بنمط معين، لازم تكون يعني بشكل معين، ولازم تكون أنت بس في المسجد وما تتكلم إلا عن أشياء يعني وإن كان كله عن الحلال والحرام لازم، ولكن في نفس الوقت ما تتكلم عن الحياة الاجتماعية، ما تتكلم عن يعني لو واحد متدين أو داعي تكلم عن مواضيع تهم الناس إلا لازم تكون في الخطبة يعني. أما في الحياة العامة فكروها إنه إيش خليها، إيش دخلوا هذا بالسياسة. أنا كل شيء يمسني. السياسة هي يعني إدارة الناس في حياتهم على أساس كلهم سهل، يعني يكون فيها رئيس زي أي شيء، زي الأسرة لازم يكون فيها مدير، سواء الأب زائد الأم والأطفال كمجتمع. فلازم يكون في قوانين، لازم يكون في أسلوب تتعامل فيه في هذا المجتمع الصغير، ثم يكبر في المجتمع الكبير كمان. هذا هو اللي أنا أفهمه في السياسة، مع أن أنا قلت له من الأول يعني لست ناشطة سياسية بحيث أني أنا متعمقة فيه، لكن دخلت هكذا بالنسبة لموضوع بلدي لما صار في اعتداء. وهذا طبعا الإسلام إيش موضوع الدعوة، لأنه الله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا أنا اللي قاعدة أعمله، هذا أنا ما زلت أتكلم عن موضوع الظلم الذي وقع على تيغراي وعلى أهل تيغراي وعلى نساء تيغراي وأطفال تيغراي وشيوخ تيغراي. هذا الظلم وقع فيهم، لازم أن يرفع. ولذلك أنا أتكلم في هذا الموضوع، لأنه الإسلام قال الظلم حرام. يعني الإسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا أنت تضر الناس ولا الناس تضرك كمان. فلذلك لذلك نحن كسوشيال ميديا لازم يكون جزء من عملها أيضا أنها توصل الرسالة لكل الناس. أنا رسالتي لو سمعوها المسؤولين أو الأعداء أو إلى آخره، أنهم يعني وأكون أنا صوت للمساكين اللي ما لهم صوت، اللي قاعدين يتظلموا في بلادنا وما حد يقدر يعرف عنهم غير نحن اللي موجودين برا. لأنه اللي موجودين جوا يا إما مؤيدين يا إما خونة من نفس البلد، يا إما يعني يتصنفوا يا إما خائفين يا إما. فلذلك نحن صرنا لهم صوت حتى يصل ظلمهم إلى من يهمه الأمر. هل هي أمريكا، هل هي كذا، هل هي الأمم المتحدة أو إلى آخره. هدول اللي مسؤولين عن الناس اللي ينظلموا لازم يرفع عنهم الظلم، زي كل الناس اللي ما بتعمل. نحن عندنا الناطقين بالتجرينيا أو الأمحرية الأحباش أو الحبوش، نحن نسمى حبش، منهم الإريتريين الإثيوبيين عموما، ونحن من تيغراي. هؤلاء يعني مش متوقعين أنه ممكن أنت تكون داعي وفي نفس الوقت تقوم بالدفاع عن المظلومين. هذا الدفاع عن المظلومين، وخاصة أنه كمان أهلي ووطني وبلدي، يعني الأقربون أولى بالمعروف، ناس تؤيد قضايا بعيدة جدا
مهمة جدا نحن نأيدها بأشياء تخصنا بالنسبة في الدين، وخاصة بالنسبة في الإنسانية نؤيد. لكن من أقرب؟ ربنا قال الأقربون أولى بالمعروف. يعني أنت في بلدك ناس محتاجين، ناس يعني قاعدة تأكل التراب، فإذا ما ساعدت أهل بلدك وتساعد ناس بعيدين لهم ناس تانيين يساعدوهم، مين أولى يعني؟ لأنه أنت قريب على بلدك وعلى وطنك وعلى أهلك. اللي زي ما بيقولوا اللي ما فيه خير لأهله ما فيه خير لغيره كمان بيقولوا. فلذلك طلعت أتكلم في هذا الموضوع، وبجد ما زال يعني مصرين بعد الناس إنه ليش تتكلم. أعرف بعد الناس وخاصة الناطقين بالعربية اللي ما يعرفوا وضعنا، الوضع الأفريقي والقرن الأفريقي كله مثلا كيف متركب المشاكل اللي فيها، إن شاء الله يعني نتكلم عنه. لكن أنا يهمني يوصل كمان للإريتريين الناطقين بالعربية خاصة والجميع إنه أنا ما خرجت عن الدعوة، أنا بتكلم في الدعوة، ما زلت أنا في صميم الدعوة. لأنه كل الأنبياء إذا أنتم قرأتم عنهم كان كل نبي بيجي معه مشكلة مختلفة عن اللي كانت، ونحن عندنا كل هذه المشاكل اللي جات. شعيب عليه السلام لما جاء كان يتكلم فيه عن شو اسمه، عن التطفيف في الميزان، ونوح عليه السلام عن التوحيد، كلهم عن التوحيد. لكن في نفس الوقت كان دائما يجي موسى عليه السلام في عصره كان في موضوع عن السحر، يوسف عليه السلام كان موضوع عن الأحلام، لما كان يفسر ويهتم بالأحلام. نحن في زمننا هذا فيه كل شيء تقريبا. فالمفروض نحن ناخذ انسبريشن او ناخذ نتعمق في قراءة قصص الأنبياء. والقرآن كله هو للحياة مش للأموات. إذا ما طبقنا القرآن في حياتنا بطريقة عصرية وبطريقة مفهومة للناس وبطريقة سلسة وسهلة، الناس ما عاوزة تاخذها. لأنه الناس التانيين اللي بيدعوا للأشياء حتى اللي مش للخير بيقدموها بأسلوب رائع جدا، فالناس تاخذها. فنحن ليش عاوزين يكون الإسلام زي ما الأعداء عاوزين يقدموه إنه ما بيتدخل في شيء، ما له أي رأي؟ كيف ما له رأي؟ إذا إسلام ما له رأي في كل مكان، مين يكون له رأي؟ الحلال بين والحرام بين. فلذلك نحن المفروض دائما نكون مع المظلومين. الله سبحانه وتعالى يعني حرم الظلم على نفسه أنه ما يظلمنا. إني حرمت على الظلم على نفسي وحرمته فيما بينكم فلا تظالموا. ربنا قال ما تتظالموا. فالآن واقع ظلم كبير جدا على أهل تجراي، من ضمنه الآن في قصف بالطائرات وفي قصف بالأسلحة النووية. في ناس قاعدة تتحرق، أطفال امبارح كان في يعني صواريخ ضربت، أطفال صغار ماتوا يعني، وأشياء كثيرة قاعد تحصل. فكيف نحن ما نتكلم عن هذا الأمر؟ هذا يدخل في الدعوة يا ناس اللي فاهمين الدعوة، ما أعرف بأي طريقة. أنا رأيي هذا يدخل في صميم الدعوة. وأنا إذا اعتبرتوني أني أنا سياسية بالكلام هذا، أنا بالنسبة لي هو دعوة، ما زال في الدعوة. أما إذا اعتبرتوني أنا سياسية فليكن اعتبروني سياسية، لأنه الإسلام لم يمنع أني أنا أكون سياسية. طالما ما خرجت عن القرآن والسنة أقدر أكون سياسية كمان، ما في مانع، ما في مانع. من يوم ما بدأ حرب تجراي الآن 7 شهور تقريبا، وقاعدين نشوف الويلات وما عارفين ننام، لأنه أهلنا اللي قاعدين هناك يموتوا، وقاعدين يموتوا بالجوع كمان. مانع عنهم أبي أحمد الأكل، مانع عنهم كل شيء، مانع عنهم، محاصرهم حصار. كيف لما الرسول صلى الله عليه وسلم حاصروه هم كمان الآن محاصرين، على أساس حتى الأمم المتحدة منعهم يدخلوا. قاعدين في إجراءات، الناتو قررت، الأمم المتحدة قررت. لكن بما إنه إثيوبيا اللي عرفوها، إن شاء الله نتكلم بالتفاصيل، الحزب التجراي اللي هو الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، هم اللي كانوا حاكمين في إثيوبيا. وفي ناس كتير فاهمة يعني مفهوم خطأ عن هذا الخلافات اللي موجود أيضا. هو قرر أبي أحمد أنه لما تركوا له الحكم وراحوا، إلا لازم يجيب أعداء الحزب ويحاسبهم. وهو مين يعني؟ هو طاغي ظالم. فبالتالي يعني حتى لو عاوز ياخذ أعداء جبهة التحرير التجراي، مش ضروري يبيد 4 مليون عشان ياخذ هذا الأشخاص، وهذا مش صحيح
هو يقصد أنه يبيد أهل تجراي كلهم، عشان أهل تجراي من الناس اللي يعترضوا وما يقبلوا حاكم إلا برغبتهم. ولذلك ما أقدر أطول هذه المرة، أنا راح أدخل على الشغل. إن شاء الله يكون في لقاءات أخرى أشرح لكم فيها، لكن هذا هو وضع اللي أنا حابة أعرفه للناس، إنه أنا ما زلت أعمل في الدعوة وسأستمر في الدعوة، وأدخل في مواضيع مختلفة. لأنه أنا لو راجعتوا مواضيع اللي كنت أتكلم فيها عن الأسرة وعن التربية وعن المشاكل اللي تحصل في المجتمعات وعن العنصرية، هذه الأشياء كلها أنا تناولتها بطريقة مختلفة. لأنه ناس كثيرين كانوا يقولون لما كنت أتكلم عن الحياة الزوجية يعني ما كنا يعني ما بيكلمونا الشيوخ بالطريقة هذه. الشيوخ لهم أسلوبهم وأنا لي أسلوبي، ولكن أنا ما مش لازم أكون أنا كوبي أو نسخة لشخص آخر. أنا بتجاربي، بعلمي البسيط، علم الشرعي وعلم التربية وخبرتي في الحياة تؤهلني إني أنا أناقش في هذه الأشياء. وطبعا هي يأخذ من يشاء ويترك من يشاء، يعني ما في شيء إجباري يعني. فلذلك لكن أنا أتمنى إنه إن شاء الله راح أشرح أيضا موضوع تجراي وأهل تجراي أكثر بإذن الله تعالى. وكثير من الناس تصلهم معلومات خاطئة عن هذا الشعب، وراح نتكلم فيها بالتفاصيل. والمهاجرين اللي جو على السودان أكثر من 70,000 80,000. دائما أنا أشكر أهل السودان وشعب السودان وحكومة السودان على استضافتهم لأهلنا، وكذلك يعني أهل مصر، وخاصة كثيرين من اليوتيوبرز اللي تكلموا عن تجراي ووصلوا المعلومة لناس كثيرين، خاصة بما أنه أيضا موضوع السد مشترك فيه في هذه الخلافات، لكن تكلموا عنه ووصلوا صوت شعبنا لناس كثيرين. فنسأل الله أنه شعبنا تصل له المعونات ويصل له المساعدات. ولكم جزيل الشكر على الاستماع، وإن شاء الله نتواصل بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.